اللي تحب يوميا يوصلوها حلويات جديدة ما عليها غير دير جيم ومتابعة. واليوم جبت لكم حلوى نواة كوكو بذوق مميز، أكيد رايحين تحبوه. مقادير تاعها بزاف سهلة واقتصادية. خلي جيم ومتابعة ونروحوا للوصفة. هنا حنستعمل زبدة كاطو ماكس اللي هي نباتية 100% بدون زيوت مهدرجة، وتمدلكم نتيجة هايلة للحلويات تاعكم. درت منها 250 غرام، 3 مغارف سكر، 2 مغارف زيت، بيضة وصفار، ودرت لاروم نتاع جوز الهند يمد لكم واحد النكهه هايله. ايضا رشه ملح درت هنا بعد ما خلطتهم، 4 مغارف نشا، ونص مغرفة صغيرة خميرة الحلويات، ولميت بالفارينة حتى تحصلت على هذه العجينة. راح نحلها في كيس بلاستيكي بسمك يكون متوسط، ونطبعها بدوائر على حسب هذا المول اللي كنت جبته من عند محلات سميرة أمبالاج اللي راهي في الكوشة ولاية برج بوعريريج. درت أنا بهذا الطابع، طبعت دوائر وطيبتهم. بالنسبة للحشو عندي نواة كوكو ولميتو بالنسلي، من الأحسن يكون الأبيض. راني شاركت معاكم وصفة بزاف سهلة، ادخلوا عندي تلقاوها. هنا شوفوا حليتو شوية رقيق وطبعتو دوائر بنفس المول ولصقتهم بالنسلي كما راكم تشوفوا. بعدها رايحة نعمر هذا الليمون. عندي شوكولا بيضة، استعملوا نوعية تكون مليحة وعمروا ليمون تاعكم. تقدروا ديروا لها شوي ملون أبيض إذا حبيتوها تجي بيضة، وتقدروا ديروا أي ذوق أو أي لون تحبوه. هنا حطيتهم في المجمد. ورحت نقلاصي الكاطو تاعي بالشيكولا البيضاء اللي كنت خففتها بشويه برك تاع الزيت، ما تكثروش. بعدها لصقتهم، زينتها بسكر ديامو، هذو اللي موتيف تاع العيد. رايحين تلقاوهم كامل عند محلات سميرة امبالاج اللي في ولايه برج بوعريريج. شوفوا الوصفه هذه البنات جات بزاف بنينه ويذوب في الفم، واللي ما جرباتوش راهي عطات وصفه بزاف بنينه. اللي تحب يوميا حلويات جديده تخلي لي تعليق.